عمرك حسيت إنك ناجح من بره بس في حاجة ناقصاك من جوه؟ زي مثلا إنك وصلت بس مش مرتاح؟ خليني أحكي لك عن النجاح اللي شكله كامل من بره بس من جوه فاضي، عن صوتك اللي بيشككك في نفسك، وعن نقطة التحول اللي ممكن تغير كل ده. أنا افتكرت يوم الترقية الكبيرة الناس كلها كانت فرحانة، بس أنا كنت حاسس بفراغ غريب كده. وهنا اكتشفت جملة توني روبنز: Success without fulfillment is the ultimate failure. كأنك بتكسب بس حاسس إنك مش عايش بجد. طب إمتى أعرف إن في ميس ألاينمنت؟ مش بس تعب شغل، في 3 علامات واضحين جدا. أول حاجة، بتحس بالقلق حتى بعد ما تكسب. في حاجات أنت أصلا شاطر فيها وبتأجلها، يعني بتعمل لها procrastination، ودايما بتقارن نفسك باللي حواليك وناسي تبص جواك. كل دي مش علامات فشل، دي إشارات إنك محتاج تحول داخلي. يعني ده مش بيرن اوت عادي؟ لا لا لا، ده مش بيرن اوت عادي، ده اوفرلود. انما هنا احنا بنتكلم عن الاوفر كوميتمنت لحاجه مش من جواك. في كتاب الهابي هاي اتشيفر بيقول It's not the work that breaks us, it is the misalignment. يعني ممكن تكون بتشتغل كتير بس الحاجة نفسها مش بتغذيك. طيب يعني نبدأ منين؟ يعني قول لي خطوات عملية أبدأ بيها. ابدأ بالأسئلة دي: وقتي بيروح فين؟ ايه الحاجة اللي بجد بتديني سلام؟ أنا بشتغل ليه والمين؟ وجرب الحاجات دي. مثلا جورنالينج بسيط كل يوم، يعني تكتب كل يوم الصبح أهدافك اللي انت عايز تعملها. أو ممكن تعمل حاجة تانية زي الأفيرميشن اللي هي التوكيدات، اللي هي انت بتبتدي تقول كلام يأكده لعقلك الباطن عشان بعد فترة معينة يصدق إن هو ده حقيقي. زي بتقول إيه؟ I am already enough. أنت أصلاً كامل، ربنا خلقك خليفة ليه في الأرض، فأنت already enough. طب الصوت الداخلي اللي بيقول لي بقى إني كده مش كفاية، يعني أعمل معاه إيه؟ الصوت ده كلنا عندنا زيه، بس الحقيقة إن قيمتك مش مربوطة بأدائك. جواك قيمة مش محتاجة إثبات أصلاً. 3 جمل تقولهم لنفسك كل يوم: I am already enough. I grow through what I go through. My worth isn't tied to my to-do list. طيب سؤال بقى مختلف، وأكيد في ناس عندهم اوفر ثينكينج قاتل، بتتصرف إزاي؟ المشكلة مش في التفكير، المشكلة في دوامة التفكير. ميل روبنز قالت You are never going to feel like it. Action comes before motivation. يعني حاجتين بس. 5 second rule: اتحرك قبل ما دماغك تلغي الفكرة. المنبه ضرب، قوم من السرير على طول. تاني حاجة، جورنالينج 10 دقايق. اكتب الاكشنز اللي ناوي تعملها في يومك. يعني من الآخر خصص وقت للتفكير والباقي للتنفيذ. لو انت وصلت لآخر الحلقة دي يبقى انت مش بس ناجح، انت واحد بتدور على العمق الحقيقي. اكتب لي في الكومنتس truth او aligned، وهبعت لك تمرينات تفتح لك ابواب جديدة جواك. مش كل نجاح سعادة، بس كل تحول داخلي سلام حقيقي.